السلام عليكم خوتي خواتتي المغاربة العزاز. في وقت قياسي العين اللي ما كتنعسش صفات الحساب مع عناصر تخريبية تجرأت على السمارة في ميساج عسكري كيعلن نهاية زمان ديال تخبى مورا الخيمة. وغادي نشوفوا كيفاش الجيش المغربي أحبط هجوما كيميائيا وسط مباراة كرة القدم في أكادير واعتقل الجنات في مشهد مهيب. باش تعرف التفاصيل كاملة بقى معايا الآخر ديال الفيديو ونبداو على بركة الله. القصة خوتي بدات فاش شي عناصر تابعة لميليشيات البوليزاريو بغاو سيدي يجربوا الصبر ديالنا، وجهوا مقذوفات لجهة مدينة السمارة الغالية. هاد الناس كيسحب ليهم باللي الحيط قصير أو باللي المنطقة العازلة هي سوق الدلالة، يدخلوا ويخرجوا فيها كيف بغاو. ولكن الصدمة كانت صاعقة خوتي وما دازت غير دقائق، كان أكد لكم دقائق فقط حتى نزل عليهم الرد من السماء. القوات المسلحة الملكية وبالاعتماد على العيون ديالها اللي ما كتنامش رصدات بالتدقيق الاستخباراتي مصدر الضربة. النتيجة 4 ديال السيارات كانت كتتحرك في المنطقة العازلة قرب الحدود المغربية الموريتانية. طائرة مسيرة مغربية بتكنولوجيا دقيقة حيدت هذا التهديد بشكل مباشر ونهائي. هنا خوتي خاصنا نحللوا هذا الميساج الاستراتيجي. المغرب اليوم ما بقاش كيتسنى التقارير باش يتحرك، حنا ولينا في عصر الحرب التكنولوجية. المجال شرق الجدار الدفاعي ولا مرايا قدام الجيش المغربي يا خوتي. اي تحرك اي تخربيق في مكان يتشاف في الوقت الحقيقي وكيتعالج بالمناسب. هذه العملية هي رد لكل من تسول له نفسه إزعزاع استقرار الأقاليم الجنوبية. يعني أخوتي هاد الناس كيشبهوا لذاك اللي كيضرب بالحجر وكيهرب يتخبى مورا الخيمة وهو ما عارفش باللي الساتيليت في السماء والمسيرات حاطين عليه العينين. الرسالة واضحة، استهداف المدنيين أو المدن المغربية هو خط أحمر عريض. والجيش ديالنا خوتي اليوم خدام بعقيدة الردع الاستباقي، يعني اللي بغى يحرت بكري. حنا راه ما كنلعبوش، حنا كنأمنوا بلادنا بالرقميات والاحترافية. الحمد لله هاد المقذوفات اللي طاحت في السمارة ما خلفت حتى خسائر، ولكن الأهم هو أن المنظومة الدفاعية المغربية حاضية نعم الصغيرة والكبيرة. العالم دابا راه كيشوف هاد الميليشيات كتهديد حقيقي للاستقرار، والمغرب كيبين لهم باللي هو الشرطي الذكي ديال المنطقة اللي عارف خدمته مزيان. ومن السمارة والرد السريع دابا غادي نمشيو لأكادير، القلب ملعب أدرار الكبير، تما فين كانت واحد الملحمة تدريبية كتحمق ضمن مناورات الأسد الإفريقي أفريكا لايون 2026. المغرب مع الشريك الأمريكي ما كيدربوش غير على القرطاس بل كيدربوا على التقيل. التدريب كان على مواجهة أسلحة الدمار الشامل WMD. تخيلوا معايا السيناريو: هجوم كيميائي افتراضي، دخان كثيف في الملعب وانفجار في المستودعات. هنا بانت التمغربية الحقيقية خوتي. فروق متخصصة من القوات المسلحة الملكية دخلات بحرفية تخلي العدو يتلف، وحدث الإغاثة والإنقاذ وخبراء معهد علوم الأدلة والجنائية التابعة للدرك الملكي كلهم خدامين بحال الماكينة اللهم بارك. واللي كيعجبنا في هذا الفيلم العسكري هو التنسيق. طائرة مسيرة مشبوهة دخلت للمجال الجوي للملعب. المسيرة الهجومية المغربية
كانت لها بالمرصاد واعترضتها ودمراتها في السماء. سيارة مشبوهة في الباركينج حتى هي، وحدة المتفجرات تعاملت معها في ثواني. هادشي كيتسمى اللعب ديال الكبار والجاهزية القصوى. اجي دابا للصح، علاش هاد التدريب بالضبط في ملعب رياضي؟ هنا كيبان الذكاء المغربي اخوتي. السيد مارك ميلانسون ممثل وكالة الحد من التهديدات الدفاعية DTRA بالسفارة الأمريكية قال هانيشا المغرب غينظم كأس العالم 2030 مع الجيران ديالو البرتغال وإسبانيا، والتدريب في الملعب دابا هو الساروت ديال الأمان من بعد. يعني بلادنا كتوجد للعرس العالمي بعقلية استباقية. حنا راه ماشي غير كننظموا الكره خوتي، حنا راه كننظموا الامان للناس اللي غادي يجيو من كاع بقاع العالم. الضابطه الامريكيه رونيس باليان مع وحده الدفاع الكيميائي CBRN بقات مبهوره في الدقه ديال الفريق المغربي. قالتها بالحرف فريق دقيق ومتفانن، وهذا الشيء ماشي غريب على ولاد البلاد. الملازم إحسان الكبوري من سرية الدفاع ضد المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية أكدت باللي هذه التمارين أخوتي هي فرصة باش نبنيو القدرات ديالنا في الكشف والاحتواء وإزالة التلوث. وحتى الرقيب محمد البوعيادي مشغل الطائرات بدون طيار درون شرح لنا كيفاش هاد الطيارات هي العين اللي كتمشي للبلايص اللي فيها الخطر وما يقدرش بنادم يوصل ليها. كيجيبوا التصاور والمعلومات في الحين، ومن بعد ما كيساليو كيدوزوا لوحدة إزالة التلوث باش ما ينقلوا حتى مادة خطيرة. نظام، ترتيب ودقة، هذه هي المملكة الشريفة فاش كتدخل للمعمعة. خوتي اللي خاصنا نفهموه من هذه الأخبار من هذا التحليل هو أن المغرب اليوم قوة صاعدة ما كتلعبش. بين الرد العسكري الحاسم في الصحراء المغربية وبين الاستعدادات الأمنية العالمية في أكادير كاين خيط واحد أخوتي، السيادة والذكاء. حنا دولة كتعرف فوقاش تضرب بالحديد وفوقاش تبني بالعقل. المغرب قاد بشغالو وبولادو اللي صاهرين في الحدود وفي المختبرات. خوتي قبل ما نساليو بغيت نعرف الرأي ديالكم في هذا الرد المغربي السريع بلا مسيرات. واش كتشوفوا باللي هاد التكنولوجيا هي اللي غادي تحسم الصراع نهائيا وتخلي المشوشين يرجعوا لحجمهم الطبيعي؟ خليوا لي الآراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش يوصل لخوتنا كاملين المغاربة. ديروا لايك للفيديو راه ما خاسر والو ومجاني، واشتركوا في القناة ديال ميركاو باش تكونوا نتوما اول وحدين اللي كيتوصلوا بالجديد ديال التحليلات ديالنا والاخبار ديالنا. وفي الاخير واحد الحاجه اللي هي مهمه وديما كنختموا بها الحلقات والتحليلات ديالنا، وباش نيت نعرف انك وصلتي للنهايه ديال هذا التحليل اكتب لي في التعليقات اللهم صل على اشرف الخلق محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم. خوتي حبايبي نشوفكم في تحليل جديد فيديو جديد. تهلاو في ريوسكم والسلام عليكم.